ما تنسوش تدعمونا بلايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اتفضل اشترك علشان ده بيدينا حافز علشان نقدر نستمر في التنزيل، وكمان نتأكد ان انت مفعل الجرس علشان يوصلك اللي بينزل عندنا اول باول. فيلمنا بيبدأ مع ريكو وكارمن وكارول، 3 اصحاب بيقرروا انهم يتطوعوا في الجيش علشان يقدروا ياخدوا حق المواطنة في بلادهم، بس لسوء حظهم ان الكوكب كله بيتعرض لهجوم فضائي من جيش من الحشرات، وساعتها كل اللي اتقدم واتطوع بيتقبل. وبنشوف في بداية هجوم الحشرات جندي من المراسلين وهو بينقل الصورة كاملة من موقع الحدث على كوكب الحشرات، لكنه بيتقتل بعد ما بتهجم عليه حشرة كبيرة وبتموته، وبعدها بيزيد عدد الحشرات وبتقدر تقضي على كل الكتيبة. وبنرجع بعدها لريكو اللي بيكون في فصل التطوع، وبيكون الأستاذ زاك هو اللي بيشرف عليهم وبيشرح لهم يعني إيه معنى المواطنة اللي اتطوعوا علشان يحصلوا عليها. وبعد ما بينتهي الدرس بيعرف ريكو إن نتيجة امتحان الرياضيات طلعت، وساعتها بتنجح كارمن وكارل وبيسقط ريكو، وبيحس بعدها بالإحباط وكل زمايله بيتريقوا عليه. وبيقولوا كارل إن زميلته ديزي متعلقة بيه وعينيها منه، لكن ريكو بيكون قلبه مع حد تاني ومش بيفكر غير في كارمن. وبعدها في حصة الأحياء بيدرسوا جثة من جثث الحشرات علشان يعرفوا نقط ضعفها، ولكن كارمن ما بتستحملش وديزي بتتريق عليها. وبيدخل كارل وريكو في قياس مدى قدراتهم على التخاطر مع بعض، وبيكتشف ريكو انه مش بيتمتع باي نوع من التخاطر. وبيقابل ريكو اهله بيبلغهم بقراره بالتطوع في الجيش، لكنهم بيرفضوا قراره ده وبيحاولوا يأثروا عليه علشان يرجع عنه، لكنه بيكون مصر. وفي الحفلة اللي قبل التخرج بيتقابل مجموعة من الأصدقاء مع بعض في آخر يوم قبل الانفصال، وكل واحد بيتوزع على وحدته. وتاني يوم الصبح بيوصل كل المتطوعين علشان يحلفوا اليمين، فكارمن بتقدم في سلاح الطيران، وكارول بيدخل في وحدة المخابرات، وريكو بيتقبل كجندي من جنود المشاة، وبيكون القائد بتاعه من النوع الحازم والشديد في تدريباته. وديزي بتلحق بريكو في جنود المشاة، ولما بيسألها القائد ليه اخترت المشاة ده بالذات، فبتقول له انها بتشوف ان ده احسن سلاح بيناسبها. وبيعمل لها القائد اختبار قتال صغير، وساعتها بيتغلب عليها ويفقدها الوعي. وبتبدأ تدريباتهم اللي بتكون في الاول صعبة عليهم، لكن مع الوقت بيقدروا ينفذوها باتقان. وبيكون ريكو مع كارمن في مكالمة فيديو علشان يطمنوا على بعض، وبعد الكل ما بيتفرق علشان يلتحق بوحدته بتكون كارمن مع زاندر في نفس التدريبات، وواضح عليهم كده الانسجام مع بعض. اما ريكو فبيقدر يجتاز كل التدريبات بتاعته بمساعدة زميلته ديزي، وساعتها بيترقى ريكو وبيكون قائد الكتيبة، بس لانه بياخد قرار غلط بيتسبب في موت واحد من افراد الكتيبة بيحس بالذنب وبيتعاقب بانه يتجلد في الكتيبة. اما فريق كارمن وزاندر بيجتاز تدريباته بنجاح، وبتنجح كارمن انها تاخد القرار الصح في الوقت الصح. وفي الوقت اللي بيتواصل ريكو مع اهله علشان يبلغهم انه قرر انه يترك الجيش بيرحبوا بقراره ده، وبعدها الاتصال بينهم بيتقطع. وبيعرف ريكو ان الحشرات هاجمت الارض مرة تانية، وخصوصا المنطقة اللي ساكن فيها اهله، وكانوا من ضمن اللي توفوا، وده خلاه يرجع عن قراره ويقرر انه يفضل في الجيش، وانه كمان يلتحق باول كتيبة هتغزو كوكب الحشرات. وبعدها بيتقابل ريكو مع كارمن، وبيعرف ريكو بالعلاقة اللي بين زاندر وكارمن، وبيقوم شجار بينه وبين زاندر، وساعتها بيقدر افراد الفريقين انهم يفصلوهم عن بعض. وبعدها بيبدأ الغزو لكوكب الحشرات، وكل واحد بينضم للسلاح بتاعه. ساعتها الحشرات بتهاجمهم وبيخرج منها قنابل بلازما بتقدر تقضي بيها على كمية كبيرة من سرب الطيران، والباقي بيقدر ينسحب. اما سرب المشاة واللي فيه ريكو بعد ما بيوصلوا للكوكب بيتفاجئوا بحصار كبير من الحشرات، وساعتها بيموت معظم كتيبة ريكو وهو كمان بيتصاب في رجله. وبعدها بنشوف كارمن وهي في مركز العمليات وبتحاول تطمن على ريكو، لكن بتشوف اسمه موجود من ضمن الضحايا بتوع الجيش اللي ماتوا في الهجوم، فبتتصدم جدا. وبنروح بعدها علشان نشوف ريكو على عكس التقارير اللي وصلت بوفاته في الهجوم الاخير وهو في مرحلة التعافي من الاصابة، وبتكون ديزي واس موجودين بيطمنوا عليه. وبعدها بيقرروا يغيروا من خطة الهجوم، خصوصا بعد الهجوم الاولاني اللي فشل وراح ضحيته مجموعة كبيرة جدا من الجيش، وكان منهم قائد المجموعة. وعلشان كده بيتعين القائد جين كقائد جديد للمجموعة، وهو اللي انقذ ريكو في الهجوم وانقذ عدد كبير جدا من الجنود قبل ما يموتوا. وبعدها بيقوموا بالهجوم على الحشرات مرة تانية، والمرة دي الجولة دي في الحرب بتكون من نصيبهم، خصوصا ريكو اللي قدر يقضي على الحشرة قائدة الهجوم بعد ما قدر يحط قنبلة في ظهر الحشرة ويفجرها. وبعدها بيحتفلوا بانتصارهم على طريقتهم، وديزي بتحاول تقرب من ريكو لكنه بيصدها، فبينصحوا قائد المجموعة انه يفرح شوية مع زمايله وبلاش يصد ديزي، وبياخد فعلا بنصيحة القائد بتاعه وبيرجع تاني علشان يصلح اموره مع ديزي. وبعدها بيوصل لهم استدعاء بان الحشرات هجمت على معسكر للجيش
الجيش متمركز على كوكب الحشرات، وبيوصلوا هناك فعلا علشان يلاقوا المعسكر كله جثث لأفراد الجيش، وبعدها بيتفاجئوا بهجوم كبير من عدد مهول من الحشرات، وبيحاولوا على قد ما يقدروا انهم يقضوا على اللي يقدروا عليه من الحشرات، لكن الهجوم بيكون اكبر منهم لدرجة ان الحشرات بتستخدم جثث الحشرات اللي ماتت كسلم علشان يقدروا يدخلوا لقلب الكتيبة. وساعتها بيرسل جيرينكو استغاثة لزاندر علشان يوصل وينقلهم لمركز القيادة في الفضاء، وبيوصل زاندر فعلا وبيحاول ينقل زمايله، وفي الوقت ده بتنجح ديزي انها تقضي على حشرة عملاقة، لكن فرحتها بتنسيها انها في حرب، وبتخرج حشرة تانية من وراها وتقتلها، وساعتها بيلحقها زاندر وريكو بيبعدوا عنها الحشرة وبياخدوها معاهم في المكوك، لكن بتكون خلاص للأسف ماتت، وبيتعمل لها جنازة عسكرية هي وباقي زمايلها اللي توفوا في الهجوم. وبعدها بيترقى ريكو علشان يكون القائد الأول في الكتيبة بعد موت القائد، بس بيكون معظم الكتيبة من أفراد الجيش سنهم صغير، فبيبدأ ريكو يحمس فيهم ويرفع من معنوياته وإنهم هنا علشان ياخدوا حق زمايلهم اللي ماتوا. وبعدها بتبدأ الحشرات بالهجوم، وبيكون المرة دي على أسطول الجيش اللي في الفضاء، والحشرات هنا بتضربهم بأشعة البلازما وبتنجح إنها تدمر الأسطول كله إلا كارمن وزاندر اللي بيقدروا يهربوا في كبسولة نجاة من السفينة الأم. وبعدها بيعرف ريكو بالهجوم وبيتوقع إن كارمن وزاندر من ضمن الضحايا، وساعتها بتقع مركبة زاندر وكارمن في كهف على كوكب الحشرات، وبتحاول كارمن إنها تتواصل مع ريكو لكن بتهاجمهم الحشرات في الكهف وبيتحفظوا عليهم. وفجأة بنشوف حشرة عملاقة شكلها غريب، ومن الواضح كده إنها الحشرة الأم وإنها كمان القائد الكبير بتاعهم، وبيكون ليها سلاح كده عبارة عن خرطوم كبير، وفجأة بتصيب زاندر في دماغه، وبنشوفها وهي بتتغذى على مخ ضحيتها عن طريق الخرطوم، وقبل ما توصل لكارمن علشان تتغذى عليها بتقدر كارمن إنها تقطع سلاحها وتصيبها. وبيوصل ريكو كتيبته لمكان كارمن في الكهف بعد ما وصلته استغاثة كارمن ومعاه قنبلة، لكن ساعتها الحشرات بتهاجمهم وبتحاول إنها تحمي الملكة من الهجوم، لكن بيحاول باقي الفريق إنه يلفت انتباه الحشرات علشان ريكو يحاول يقضي على الملكة، لكن بيصاب واحد من الجنود وبيطلب منه ريكو إنه يفجر نفسه بالقنبلة بالحشرات، وساعتها بيدي فرصة لزمايله إنهم يهربوا، وفعلا بتنفجر القنبلة بالكهف اللي بيعتبر هو مركز الملكة والحشرات، لكن بعدها بينجح الفريق إنه يمسك بالملكة واللي بتتحكم في كل الحشرات. وساعتها بيوصل كارول صديق ريكو وكارمن وبيقدر يحس بشعور الملكة إنها خايفة جدا، ووقتها الكتيبة بتحس بالانتصار والفرحة. وبكده يكون انتهى فيلمنا النهاردة. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، ونشوفكم في الفيديو اللي جاي.